عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض حتة كيكة يا جماعة، خطيرة خطيرة. بتظهر على طبيعتها ومطبخها متر في متر، وقلبت استوديو بتعمل فيه المحمر والمشمر والحلويات أشكال وألوان، وعاملة مشروع أكل بيتي على قدها لكل اللي حواليها. حكاية الشيف سناء مصطفى اللي قلبت السوشيال ميديا بأكلاتها اللي ملهاش زي، إزاي اتشهرت، وإيه قصة مشروع أحلامها، وإيه أغرب الأكلات اللي عملتها، وإزاي دخلت في مشكلة مع الجمهور بسبب أكلها. كواليس كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. ما بتظهرش إلا وهي على طبيعتها، وبتكون على سنجة 10. ما بتحبش الميك اب، وبتمسك مناسبة كاملة من أولها لآخرها، وبتعمل تورت وحلويات وولايم أشكال وألوان. كلامي هنا عن الشيف سناء مصطفى، صاحبة الاختراعات اللي ملهاش زي، والأكلات اللي عندها فن وهندسة، وعملت مشروع أحلامها بأقل الإمكانيات، وقلبت مطبخها استوديو. أول ما تشوفها هتحس إنها واحدة زينا كده، شبه ستات البيوت اللي بتدخل القلب على طول بوصفاتها، وبتظهر دايما بملامح بريئة، ووشها بيبي فيس. تهتم بمطبخها وبأكلاتها وبشكلها، ولازم تكون على سنجة 10، وبتعمل كل أنواع وأصناف الأكل اللي نفسك فيه، محمر ومشمر وحلويات وتورت وسينابون الغلابة. قدرت تفتح مشروع أحلامها في مطبخها البسيط وأدوات أقل من إمكانيات الشيفات بتوع المطاعم، وحولت مطبخها لمملكتها ومصدر رزق ثابت ليها ولأولادها. بتجيب مسطرة وورقة وقلم وترسم الديزاين بالشكل اللي بيطلبوا منها الزباين أو بالشكل اللي هي عايزاه، وبيطلع أحلى من الجاهز وأنضف وأرخص كمان من بتوع بره. قدرت من مطبخها تحوله لمشروع أحلامها هو الأكل البيتي، بس الفترة دي مركزة على الحلويات زي التورتة والدونتس في أعياد الميلاد والسنابون وهكذا. ده غير كميات القرص الفلاحي والمنين بالعجوة وورك بالجبنة، وبتطلع تقول ليهم المقادير وتمشي معاهم خطوة بخطوة، ومتابعينها بقوا بالملايين. أول ما نزلت فيديو ليها كانت بتتكسف، ما كانتش بتظهر خالص، والكلام ده في 2020، وفتحت قناة على اليوتيوب والتيك توك والفيسبوك باسمها سناء مصطفى. في الأول متابعينها ما كانوش بيعدوا ال 100 مشاهد، لحد ما دلوقتي بقوا يوصلوا لملايين المشاهدات، متابعينها من كل حته في مصر والوطن العربي. حصلت مشكله بينها وبين المتابعين بسبب البرجر، وقالت لهم محدش يقول لي طريقتي غلط، انا بعملها زي بتاعه المصانع ومش هتاثر خالص على اللي هياكلها. يا ترى ايه السبب؟ اللي حصل ان المتابعين انتقدوا انها حطت فول صويا مع البرجر، وانها غلط على الصحه، لحد ما ردت عليهم وقالت انها عاملاه على لحم مفروم مش زي ما المصانع بتعمل، بتخلي فول الصويا مكون اساسي، لكنها اخدت كوبايه بس منه علشان يبقى طعمه زي بتاع المطاعم، وانه كده مش مضر. واما عن اغرب الاكلات اللي عملتها، فعملت ناجتس بفول الصويا رغم انه معروف انه ما بيتحطش فيه فول صويا، وعملت كمان كيكه شتويه والمكون الاساسي فيها هو المشمش، وعملت لها بمربى المشمش والزبيب، وحاجه اخر اختراع. عملت كمان بسكويت بيمبو اللي كلنا بنحبه، وبعد ما حصلت مشاكل بسببه بين الشيفات، هي عملته بطريقتها وما خدتش منها حرفيا نص ساعه وكان جاهز. ده غير انها بتجيب مسطره علشان تعمل الكرواسون، وبيكون كلهم مقاس واحد ومظبوط، وبيطلع ولا اجدعها فرن ومخبز. حلم حياتها تفتح محل حلويات باسمها ويكون ليهم فروع جوه وبره مصر، وحقيقي هتنافس بيه اشهر واغلى محلات حلويات في العالم كله. يا ترى بقى جربتوا وصفات واكلات سناء مصطفى ولا لا؟ لو فتحت محل حلويات هتجيبوا منها ايه؟ وايه اكتر وصفه نفسكم تجربوها؟ شاركوني برايكم في التعليقات.